السلام عليكم يا حبايب قلبي. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الاهلي يفوز على زد بنتيجة 1-0 بعد نتيجة ما تعبرش ابدا عن سير اللقاء. سير اللقاء اللي كان ماشي في الشوط الاول الاهلي كان ممكن يخلص الماتش ده مثلا 6. انا مش عارف الاهلي بيعمل كده ليه، وفكرة الاهدار بتاعت الفرص المحققة بقت كتير جدا. الاهلي محتاج يركز شويه في موضوع الفينش، اللمسه الاخيره. يعني النهارده مثلا انت كسبت بهدف طاهر، محمد طاهر، بعد استلامه وتشميسه واستلامه تاني ولا اروع، استلام بباص لعمر كمال عبد الواحد اللي قدر يخدع المدافع ويسرقه ويبص بعينه عشان يلاقي طاهر جاي من ورا يديها له برازيليه ولا احلى في الجون. شكرا، محدش عارف يجيبها يا باشا. بعد كده بقى ايه؟ كمية اهدار فرص رهيبة. حسين الشحات بيضيع فرص كتير، وسام بيضيع، مع ان وسام من بروفايل المهاجمين اللي بيقدر يضغط على المدافعين يبقى رخم. يعني المدافع اللي بيلعب على وسام، المدافع ده بيبقى ضغطه بيعلى مثلا بعد الماتش مثلا. يعني وسام فعلا من المهاجمين الهجامين. يعني وسام انت ما تقدرش تقول ان وسام مش هيهجم عليا دلوقتي او مش هيضغط عليا دلوقتي، لان هو على اي كوره حتى لو كوره ميته بيروح عليها. وسام اللي احنا محتاجين يبقى ليه بديل بنفس قوته. وهكذا بقى الشوط الاول لحد لما يجي الشوط الثاني يبقى الماتش هجمه هنا هجمه هنا، والاهلي ابتدى يريح واللعيبه ابتدت تتعب وبان عليهم المخزون البدني ابتدى يضعف. اللعيبه خلاص كلها بتتعب. عندك اصابه لامام، لرامي، للشحات. رامي اللي لما اتصاب يعني قعد يفكر كده شويه، هنزل مين عندي؟ يوسف ايمن ده عمل بلاوي. انزله في ماتش زي ده مقفول 1-0 بالعافيه، يجي فيها التعادل وبعد كده الاقي نفسي خسرت او حتى اخد نقطه بالعافيه. لا بلاش. امسحت كوكا من نص الملعب. كوكا اللي بيعمل ادوار مهمه جدا، كوكا اللي حافظ تقريبا كل الادوار اللي موجوده في الملعب، عارف ادوارها ايه. كوكا بيرجع بيبقى سنتر باك، بينزل السوليه يظبط نص الملعب شويه. كوكا اللي جهال جريشه بيقول، خبير تحكيم يعني، بيقول ان في ضربه جزاء على كوكا. انا عدت الكره دي اكتر من مره واثنين وثلاثه، وانا شايف ان هو الصدام عادي، وفي ناس زمايلي كتير بحترم رايها شايفه ان هو الصدام عادي، مش فكره انتماء خالص ولا حاجه. يعني انا شايف ان الكره كانت هوائيه والاثنين كانوا بيتنافسوا عليها والاثنين كان عندهم نفس الفرصه تقريبا ان هم ياخدوها. خصوصا كمان ان المهاجم بتاع زد كان ممكن ان هو باللمسه دي ما يوصلش بيها لحاجه او تحطه في بوزيشن احسن. الشناوي النهارده تألق. مروان عطيه اللي ناس كتير قوي شايفه اللي هو مروان عطيه بيعمل ايه. مروان عطيه هو بيلعب في الاهلي ليه؟ مروان عطيه بيلعب دستروير، هو كل مهمته يفتك الكوره ويبصيها لاقرب لعيب عشان يبدا حاجه. وهو ده اللي بيعمله مروان بيعمل كده 100%. يعني تعالى بص مثلا على تمريرات مروان هتلاقي مثلا 95% صح مثلا. فمروان بيعمل دور مهم ودور مهم جدا في الملعب. كولر بيعتمد عليه اعتماد كلي. مبروك للاهلي وجمهوره. طبعا عوده حميده كهربا اللي شفناه النهارده. وطبعا ما نقدرش ننسى خالد عبد الفتاح اللي تقريبا بقاله مثلا 14 سنه ما لعبش ونزل بيلعب، الله اكبر عليه، قوه سرعه والدنيا معاه تمام، وبيلعب في مركز غير مركزه. فهو الراجل جاهز باستمرار وبيطمن كولر. مبروك للاهلي وجمهوره وهارد لك لزد. اديته ماتش محترم، ما فيهوش اي حاجه خروج عن النص، بخلاف طرد المدير الفني، اللي انا شايف ان هو اتعصب اكتر من اللازم وخرج عن شعوره. سلام.